هو انت ايه؟ ما بتفهميش؟ اعمل اللي تعمله برضه هتطلقني. مش هطلعك كمان، مش هطلعك. مش هطلعك. انت ايه؟ زفرة. طلق. طلعك. عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك وبكفي، شو بدك يعني أكتر بعد فيك، عندي حلم فيك، عندي ولد. طول عمري كنت بشوف نفسي عيلة صغيرة، روحي، تصرفاتي، وحياتي. حتى لما اشتغلت مدرسة حسيت كده أكتر. كنت بحس إني طفلة زي كل الأطفال اللي حواليا. كنت عايزة أفضل عايشة كده، عايشة بعفوية، ما بعملش حساب لحاجة، أقول وأعمل اللي في بالي، أسعد اللي حواليا. ما هي دي الدنيا بالنسبة لي، أو زي ما أنا كنت شايفاها. بس للأسف مش هي دي الحقيقة. فجأة الرؤية بتوضح شوية بشوية، والحلم بيبقى كابوس، والبراءة بتروح مننا بمنتهى السهولة. بقينا كل يوم نسمع عن مصيبة شكل، مرة واحد يقتل أمه، واحد يغتصب طفلة، ناس بتخطف ناس عشان تبيع أعضائها. ياه، ايه كل العنف اللي بنعاني منه ده؟ وسط كل ده ما كنتش بدور غير على حاجة واحدة بس، حاجة تفصلني عن الواقع الصعب اللي عايشين فيه، الحب. عشان كده اخترت الراجل ده. هاي ايمان، ازيك؟ عامله ايه؟ كويسه تمام. يا عليكي يا مريم، بجد مش مصدقاكي. انت لسه في الاشعار دي يا بنتي؟ والله هتجيب لك الكافيه. انت عايشه في البابل اللي انت بتقريه ده، والله مش حقيقي. وانتش فاهمك، انت ما عندكيش دم اصلا. بالعكس بقى، انا بحب الفن جدا وبقدره كمان يا بنتي. امال انا باجي هنا ليه؟ الفرق بس اللي بيني وبينك ان انا عايشه على ارض الواقع، انت بقى في اللالا لاند. طب اسمعي دي، ده نزار قباني. نزار بقى ده الحته اللي جوه الشمال كده. ماذا إذا غنيت باسم حبيبتي وزرعتها في كل عاصمة كغابة كستناء؟ عارفاه، بحب البيت ده جدا. بجد؟ طب ثانية أقول لك حاجة تانية. خلاص أنا مصدقاكي مريم، أنا هموت من جوع أقسم بالله. رضا، تحت امرك يا انسه ايمان. هتاكلي معايا؟ عايزة ساندوتش بانيه وعايزة بطاطس. يا بنتي هتاكلي؟ لا مش هاكل. وبعدين هو لازم قلي والحاجات اللي بتاخد وقت دي؟ ما تطلبي حاجة سريعة، الحفلة هتبتدي خلاص. مش هياخد وقت، الأكل هيجي على طول وهاكل. عارفة يا إيمان، بحس دايما إن نص المشاعر والأحاسيس الحلوة دي بتبقى موجودة عند الفنانين. عشان كده نفسي أتجوز شاعر، رسام، مغني، فنان يعني بالمجمل، حد أعرف أحبه ويحبني، أعرف أتعامل معاه. مريم، هو أنت مش هتتجوزي غير لما تحبي؟ طبعا. وأنت هتتجوزي من غير حب؟ والله يا مريم أنت مسكينة قوي. أنا ساعات بحس إن أنت عايشة في مية البطيخ يا حبيبتي. طبعا عادي، ممكن أتجوز من غير ما أحب، إيه المشكلة؟ ما إحنا جربنا نحب وتنحنحنا كمان وخدنا على دماغنا. يا شيخة، ده أنت محبطة بشكل. طب يلا عشان الشاعر اللي اسمه آدم عبد الحميد ده بيقولوا عليه هايل، وأنا عايزة ألحقه من أوله. بقول لك إيه، ده زي القمر، ما تسيبوه لي يا مريم، أنا عيني عليه بصراحة.
اشبعي بيه يا اختي، اشبعي بيه. وانا رايحه عكسه؟ انا داخله اسمع شعره. يلا. انت اللي قلتي انا هاكل الاول وبعدين ابقى اجيلك. روحي انت يلا. يا شيخه وانت همك على بطنك. يلا ما تاخريش. اوكي. دي أول قصيدة كتبتها في الديوان الجديد، يا رب تعجبكم. عيناك كتاب مفتوح أقرأ منه أشعاري نافذتين نحو أفق وذكرى، نحو نهر تسبح فيه الأمان، نحو الأغاني. أتسمحين لي أن أبوها؟ روح بقى يلا، روح بقى بكل حاجه وخلصنا. انا هنكت اقسم بالله. أتسمحين لي أن أبوح بكل الأسرار؟ أنت مصدر إلهامي. بقول لك يا مريم بقى انا همشي. هو زي القمر وكل حاجه بس مش قادره، صداع قاتلني. مش غلسه بقى، خلاص هو قرب يخلص، هيعمل ندوه نحضرها ونمشي على طول. أنت من جار على الأوهام، أنت من أشرق على الأحلام. نعم، فأنت مكاني. شكرا. شكرا للشاعر الرائع. اهو خلص اهو، اهبطي بقى. شكله عجبك. انا كنت عارفه. اتفضلي. انت مش لسه من شويه قلتي لي اشبعي بيه؟ لا انا كنت بتكلم عن الساندوتش، انما ده انسي. ماشي يا مريم، انا مش هخسرك عشان راجل، حضرتك بس على فكره عشان الواد ده انا ممكن اخسرك عادي يعني. بدأت القصيدة بتقول عيناكي. ادم ده ذكي قوي، اشمعنى؟ ردوده حلوه، عجبني. ما انا عارفه يا اختي انه عجبك. حسبي الله ونعم الوكيل. كحكه في ايد اليتيم عجبه. انا عايزه راجل زي ده. زيه؟ لا انت قصدك هو. عجبني قوي يا ايمان. انا مش فاهماكي يا مريم، انت لسه رافضه واحد زي القمر زيه وابن رجل اعمال من اغنياء مصر ماشي بسكيبه فلوس، والولد ده يعني اول ما قال كلمتين مهروسين خلاص عجبك؟ هو صحيح زي القمر وكل حاجه، بس انت هبله بصراحه. انت اللي هبله و60 هبله. انا بدور على راجل اتجوزه، مش حد اقلبه، ولا عشان كانت عينك منه. لا طبعا اوعي تقولي كده، خلاص طالما عجبك. لا بجد خلاص. هو ده يا ايمان، هو صوته، شكله، رقته، عينيه، هو ده اللي بدور عليه. هو انت ليه بتتكلمي كده بمنتهى الثقه كانه هو كمان معجب بيكي؟ على فكره طول ما هو كان بيقول الشعر كانت عينه عليا. ما شفتيش؟ الحقي ده جه علينا. مساء الخير. مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. انا شفتكم يعني قاعدين في الندوه، ف يعني اتمنى تكونوا انبسطتوا يعني. بصراحه جدا، انت كلك احاسيس ومشاعر، كتله يعني على بعض. متشكر جدا، بس هو ده المفروض يبقى العادي مش كده؟ المفروض الانسان يبقى ماشي بقلبه يعني. طب بعد اذنكم انا ثواني وجايه، راجعه لكم تاني. طب اتفضل. بكره؟ اكيد. هو حضرتك ما بتعملش حفلات كتير ليه؟ انا لسه بقول يا هادي يعني ابتدي. بس انت شاطر جدا وهتوصل بسرعه. يا شيخه من بقك لباب السما، متشكر جدا. وانتي بقى بتعملي ايه؟ انا كنت بشتغل مدرسه بس سبت المدرسه ودلوقتي بدور على حاجه تانية. شكلك كنت مدرسه موسيقى طبعا مش كده؟ لا خالص، ماث. حساب يعني. اخر حاجه كنت اتوقعها بصراحه، ما بانش عليك خالص. ليش معنى؟ هو ممنوع بتوع علم يحبوا الادب والشعر والفن؟ هو عادي طبعا، بس انا يعني عمري ما كنت شاطر في الرياضه دي ابدا. لا انا شاطره فيها قوي. طب ايه، حافظه جدول الضرب؟ امتحني. 7 في 9 63 7 في 6 42. لا ده انت شاطره بجد. ايوه طبعا، امال. لا بصراحه مش عارف ان انت قلتي ده اصلا صح ولا غلط يعني، بس لا صح ما تقلقش. طب طالما ان انت مش بتشتغلي دلوقتي، بتعملي ايه في حياتك؟ زي ما انت شايف، شايله الكاميرا بتاعتي اهو وقاعده بلف، دي هوايتي. بس بدور دلوقتي على مدرسه تانية، بس انا بحب الاطفال جدا. حلو جدا، يعني قاعد مع فنانه برضه. يعني مش قوي، وبعدين فنانه ايه يعني قدام حضرتك؟ حضرتك ايه يا شيخه بس؟ كتر خيرك، متشكر جدا. طيب وانت بتشتغل حاجه تانية غير الفن؟ بصي، هو يعني ما ينفعش نقول ان الفن شغلانه. الفن هوايه، الفن المفروض يطلع من القلب.
الفن المفروض ما يرتبطش بالمادة. لما ده بيحصل الفن بيتشوه، ما بيطلعش حقيقي. فلا، انا بشتغل في شركة طلمبات. طلمبات؟ طلمبات المية اللي هي اللي بتروي زرع وناس وكده. الله. طب تسمح لي اصورك؟ تصوريني انا اتشرف يا شيخ. دلوقتي يعني؟ دلوقتي. طيب اوكي. يلا. يعني مش متعود حد يصورني بس اوكي. ايه رايك؟ ايه ده؟ لا دي حلوه بجد. الله، ايه ده؟ يعني مش عارف، انا كنتش فاكر ان في حد ممكن يصورني صوره حلوه كده. يعني اكيد بتجاملني شويه. لا بجد، دي احلى صوره في حياتي مثلا. يمكن عشان ما فيش حد صورني يعني كانت حلوه كده. بصي، انا هقول لك حاجه بصراحه وانت يمكن ما تصدقنيش، بس انا شفتك واحنا في الندوه وكنت عارف ان انا هشوفك تاني. قلت حتى لو صدفه هيحصل، بس ما كنتش فاكر ان الصدفه هتبقى سريعه كده. ما كنتش فاكر ان انا هخرج الاقيكي. الحمد لله. قصدي النصيب. النصيب. طيب بصي، انا كنت قاعد كده في الندوه وعينيا جت في عينيكي كذا مره، خدتي بالك؟ سرحت شويه وجي في دماغي كلمتين كده. ممكن اديهم لك؟ كتبتهم دلوقتي؟ يعني وانا في الندوه، فبقريهم وقولي رايك. اوكي؟ بعد اذنك. اتفضل. باي. باي. دي أول قصيدة كتبتها في الديوان الجديد، يا رب تعجبك. عيناك، كتاب مفتوح أقرأ منه أشعاري نافذتين نحو أفق وذكرى، نحو نهر تسبح فيه الأمان، نحو الأغاني. أتسمحين لي أن أبوها؟ روح بقى، يلا روح بقى بكل حاجة وخلصنا. أنا هنكت أقسم بالله. أتسمحين لي أن أبوح بكل الأسرار؟ أنت مصدر إلهامي. بقولك يا مريم بقى، أنا همشي. هو زي القمر وكل حاجة، بس مش قادرة، الصداع قاتلني. مش غلسه بقى، خلاص هو قرب يخلص، هيعمل ندوه نحضرها ونمشي على طول. أنت من جار على الأوهام، أنت من أشرق على الأحلام. نعم، فأنت مكاني. شكرا. شكرا للشاعر الرائع. خلص اهو، اهبطي بقى. شكله عجبك. أنا كنت عارفة. اتفضلي. أنت مش لسه من شوية قلتي لي اشبعي بيه؟ لا، انا كنت بتكلم عن الساندوتش، انما ده انسي. ماشي يا مريم، أنا مش هخسرك عشان راجل، حضرتك بس على فكرة عشان الواد ده أنا ممكن أخسرك عادي يعني. بدأت القصيدة بتقول عيناكي. ادم ده ذكي قوي، اشمعنى؟ ردوده حلوه، عجبني. ما أنا عارفة يا أختي إنه عجبك. حسبي الله ونعم الوكيل. كحكة في إيد اليتيم عجبك. انا عايزه راجل زي ده. زيه؟ لا، أنت قصدك هو. عجبني قوي يا ايمان. أنا مش فاهماكي يا مريم، أنت لسه رافضة واحد زي القمر زيه، وابن رجل أعمال من أغنياء مصر، ماشي بسكيبة فلوس، والولد ده يعني أول ما قال كلمتين مهروسين خلاص عجبك؟ هو صحيح زي القمر وكل حاجة، بس أنت هبلة بصراحة. انت اللي هبله وستين هبله. انا بدور على راجل اتجوزه، مش حد اقلبه، ولا عشان كانت عينك منه. لا طبعا، اوعي تقولي كده. خلاص طالما عجبك، لا بجد خلاص. هو ده يا ايمان، هو صوته، شكله، رقته، عينيه، هو ده اللي بدور عليه. هو انت ليه بتتكلمي كده بمنتهى الثقة كأنه هو كمان معجب بيكي؟ على فكره طول ما هو كان بيقول الشعر كانت عينه عليا. ما شفتيش؟ الحقي ده جاي علينا. مساء الخير. مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. انا شفتكم يعني قاعدين في الندوه، ف يعني اتمنى تكونوا انبسطتوا يعني. بصراحه جدا، انت كلك احاسيس ومشاعر، كتله يعني على بعض. متشكر جدا، بس هو ده المفروض يبقى العادي مش كده؟ المفروض الانسان يبقى ماشي بقلبه يعني. طب بعد اذنكم انا ثواني وجايه، راجعه لكم تاني. طب اتفضل. ممكن اقعد؟ اكيد.
هو حضرتك ما بتعملش حفلات كتير ليه؟ انا لسه بقول يا هادي يعني ابتدي. بس انت شاطر جدا وهتوصل بسرعه. يا شيخه من بقك لباب السما، متشكر جدا. وانتي بقى بتعملي ايه؟ انا كنت بشتغل مدرسه بس سبت المدرسه ودلوقتي بدور على حاجه تانية. شكلك كنت مدرسه موسيقى طبعا، مش كده؟ لا خالص. ماث. حساب يعني. اه. اخر حاجه كنت اتوقعها بصراحه، ما بانش عليك خالص. ليش معنى؟ هو ممنوع بتوع علم يحبوا الادب والشعر والفن؟ هو عادي طبعا، بس انا يعني عمري ما كنت شاطر في الرياضه دي ابدا. لا انا شاطره فيها قوي. طب ايه، حافظه جدول الضرب؟ امتحني. 7 في 9 63 7 في 6 42. لا ده انت شاطره بجد. ايوه طبعا امال. لا بصراحه مش عارف ان انت قلتي ده اصلا صح ولا غلط يعني، بس لا صح ما تقلقش. طب طالما ان انت مش بتشتغلي دلوقتي، بتعملي ايه في حياتك؟ زي ما انت شايف شايله الكاميرا بتاعتي اهو وقاعده بلف. دي هوايتي. بس بدور دلوقتي على مدرسه تانية. بس انا بحب الاطفال جدا. حلو جدا، يعني قاعد مع فنانه برضه. يعني مش قوي. وبعدين فنانه ايه يعني قدام حضرتك؟ حضرتي ايه يا شيخه بس. كتر خيرك، متشكر جدا. طيب وانت بتشتغل حاجه تانية غير الفن؟ بصي هو يعني ما ينفعش نقول ان الفن شغلانه. الفن هوايه، الفن المفروض يطلع من القلب. الفن المفروض ما يرتبطش بالمادة. لما ده بيحصل الفن بيتشوه، ما بيطلعش حقيقي. فلا انا بشتغل في شركه طلمبات. طلمبات؟ طلمبات الميه اللي هي اللي بتروي زرع وناس وكده. الله. طب تسمح لي اصورك؟ تصوريني انا اتشرف يا شيخ. دلوقتي يعني؟ دلوقتي. طيب اوكي. يلا. يعني مش متعود حد يصورني بس اوكي. ايه رايك؟ ايه ده؟ لا دي حلوه بجد. الله، ايه ده؟ يعني مش عارف، انا كنتش فاكر ان في حد ممكن يصورني صوره حلوه كده. يعني اكيد بتجاملني شويه. لا بجد، انا دي احلى صوره في حياتي مثلا. يمكن عشان ما فيش حد صورني يعني كانت حلوه كده. بصي انا هقول لك حاجه بصراحه وانت يمكن ما تصدقنيش، بس انا شفتك واحنا في الندوه وكنت عارف ان انا هشوفك تاني. قلت حتى لو صدفه هيحصل، بس ما كنتش فاكر ان الصدفه هتبقى سريعه كده. ما كنتش فاكر ان انا هخرج الاقيكي. الحمد لله. قصدي النصيب. النصيب. طيب بصي، انا كنت قاعد كده في الندوه وعينيا جت في عينيكي كذا مره، خدتي بالك؟ سرحت شويه وجه في دماغي كلمتين كده. ممكن اديهم لك؟ كتبتهم دلوقتي؟ يعني وانا في الندوه، فبقريهم وقولي رايك، اوكي؟ بعد اذنك. اتفضل. باي. باي. عيناك كؤوس خمرة وردية، عيناك نور شمس ذهبية. حبيبتي ده فطار 5 نجوم ده. طبعا، واحنا هنهزر؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ويخليك ليا يا جوزي يا حبيبي يا ابو عيالي في المستقبل القريب ان شاء الله. لو اني عايز اشبع من امهم الاول، بس طبعا ربنا يرزقنا بالخير في الصالحة ان شاء الله، ده الاهم. يا رب يا حبيبي. طب يلا كمل اكل هيبرد. انا بحبك قوي يا مريم. وانا كمان بحبك قوي. هاتي بيضة بقى. عيني. صحيح نسيت اقول لك، مش انا جالي شغل؟ شغل ايه؟ مدرسه امريكان، بس ايه، هتبقى من اكبر واهم المدارس في مصر. كنت بعت لهم السي في بتاعي زمان وناسياه. كلموني واحنا في الهانيمون، قلت لهم اسبوع يعني ونحدد ميعاد. طب وانت خدتي رأيي في الموضوع ده؟ اخد رايك في ايه؟ ما انت عارف ان انا بشتغل مدرسه، وعلى فكره مرتباتهم تحفه. بس انا مش عايزك تشتغلي، انا عايزك تاخدي بالك من بيتك، من جوزك والاولاد اللي بتقولي عليهم دول. يا حبيبي ما انا هاخد بالي من جوزي ومن ولادي، بس دي فرصه حلوه قوي، وانت كده كده هتبتدي تنزل شغلك الصبح وانا البيت هيبقى فاضي عليا. ايه المشكله يعني؟ يا حبيبتي، حياة الشغل للست المتجوزة مش سهلة زي ما انت متخيلة. وانت يا حبيبتي بسكوتاية، انا خايف عليكي. لا ما تخافش عليا، هبقى كويسه. خلاص بقى يا مريم، لا نقوله نعيده.
وبعدين المدرسه دي اكيد ادارتها اجانب، يعني مش وارد ان هم يعينوا واحده محجبه. هي مين دي المحجبه؟ هو مش احنا اتفقنا ان انت هتحجبي بعد ما نتجوز؟ ادي اتجوزنا. قال له انت بتتكلم بجد؟ بتضحكي على ايه؟ انا مش بهزر. اصل احنا ما اتفقناش على الكلام ده. امتى قلنا ان انا هتحجب؟ لا اتفقنا وقلنا، بس انت برضو كنت فاكراني بهزر. عموما يلا ناكل لقمتين بس عشان نلحق ندوه الدكتور نبيل فاروق. يعني انا مش فاهمه دلوقتي انا هعمل ايه في موضوع المدرسه ده؟ انسي الموضوع ده خلاص. يعني لو كلموكي قولي لهم جوزي حبيبي يخاف عليا ومستتني في البيت. الملكات ما بيشتغلوش. انا هلكت بشكل مشينا مشي. جاتكم خيبه، جيل صحته على قده. هو مش عموره ده اخوكي ولازم تتعبي له؟ يا خبر يا طنط، طبعا زي اخويا، ده كلام. حبيبه قلبي عقبالك ان شاء الله. بس كان عموره عمل الخطوبه دي في بيت عروسته كنا ارتحنا شويه. يا ماما ما انت عارفه، ما هو بيتهم صغير قوي، وبعدين كده كده هم متفقين يتقاسموا الخطوبه والفرح، فتمام مش مشكله يعني. بس اسم الله عليه عموره حبيب امه جايب لي عروسه ايه؟ برنسس، عيله تشرف. تقصدي ايه يعني بالكلام ده؟ ليه يا روحي؟ ولا اقصد ولا ما اقصدش ولا على راسه بطحه. بقول لك ايه، انت رحتي الانترفيو ولا لسه؟ لا ما روحتش، غيرت رايي. غيرتي رايك في ايه؟ خلاص مش عايزه اشتغل. نعم. ليه يا مريم؟ ليه يا ماما؟ عايزه اتفرغ لبيتي وجوزي، كده احسن. ايه مالكم؟ ملناش يا روحي. ايه يا حبيبي اتاخرت كده ليه؟ ايه رايك؟ لا سيبك من الكلام ده، انا جايب لك مفاجاه. مفاجاه؟ ايه رايك في ده بقى؟ ايه ده؟ ده لشيماء؟ شيماء ايه ده؟ ليك انت طبعا، لو شيماء اجيبه هنا. ليه انا؟ بس يا حبيبي يعني ده مش ستايلي خالص، مش ذوقي. بقول لك ايه، خليه معاك دلوقتي وخلي الريسيت معاك ونبقى نعدي نغيره اي وقت. يلا بقى اجهز بقى عشان ماما بقى لها ساعه بتستعجلني. انا مش هعمل اي حاجه غير لما انت تلبسي الاول. ما انا لابسه وجاهزه اهو، فاضل لي الشنطه وهاخد معايا شال وانا نازله. يلا قوم. انت فاكره ان انا هنزل معاكي وانت لابسه كده؟ ليه؟ في ايه؟ في حاجات كتير. انت مش هتنزلي وانت لابسه كده بقى. ليه يا ادم؟ ماله لبسي؟ خلاص بقى ما تعصبنيش. بس ده فستان وحش جدا ولونه وحش، وبعدين باين عليه فستان محجبات، هتلبسهولي ازاي؟ خلاص انا نسيت اقول لك صحيح. هجيب لك ميعاد. مريم دلوقتي تنفذي فيه اللي احنا اتفقنا عليه وتتحجبي. ادم لا انت بتقول ايه؟ لا انا مش جاهزه للخطوه دي خالص. بعدين ليه؟ ايه المشكله؟ طب اقول لك ايه يا ادم، تعالى نروح دلوقتي خطوبه عمر ولما نرجع نبقى نتكلم وناخد قرار في الموضوع. يلا لو سمحت. لا يا مريم دلوقتي، مش دلوقتي نتكلم، دلوقتي تلبسي. مش هلبسه يا ادم، مش هلبسه. مريم انا بقول حاجه تسمع من غير كلام. المهرجانات اللي انت عاملاها في وشك دي تمسحيها من هنا ورايح، مش هتعتقي باب الشقه دي غير وانت محجبه. فاهم؟ استنى لما اقفل الباب. ايه خلاص هتموتي لو احترمت نفسك 5 دقايق زياده؟ احترمت نفسي؟ ايه الاسلوب ده؟ هو انا ما كنتش محترمه قبل كده ولا ايه؟ انا ما قلتش كده، بس انت دلوقتي محترمه اكتر. اقعدي عايز اتكلم معاك كلمتين. لا بقى انا اللي عايزه اتكلم معاك كلمتين. ايه اللي انت عملته النهارده ده؟ يعني ايه تمشيني من خطوبه اخويا بعد ساعه مما رحنا؟ تقصد ايه؟ مش كفايه انك غصبتني على حاجه انا مش عايزاها؟ طب انا هسالك سؤال. ايه رايك في راجل مش بيحترم كرامه مراته قدام الناس؟ مش فاهمه يعني ايه السؤال الغريب ده؟ ولا غريب ولا حاجه، جاوبي بس. يبقى ما يستاهلش يتقال عليه راجل. يبقى متفقين. ها؟ وانت متجوزه راجل يا مريم مش كده؟ انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه؟ انت لو واخده بالك انا مشيت لما لقيت كل شويه حد من اهلك بيجي يستظرف ويستخف دمه عليكي وعلى شكلك وعلى حجابك، وانت حاطه وشك في الارض كأنك عامله. ما هو طبعا عشان شكلي يضحك، وانت السبب في ده. شكلك يضحك عشان ملتزمه؟ وبعدين مش مهم هم يضحكوا، المهم تظهري بالمظهر المناسب كزوجه لادم عبد الحميد. انا مراتي لازم تبقى محجبه يا مريم، احنا ما عندناش الكلام ده. انتوا مين؟ انت بتتكلم عن مين اصلا؟ بتكلم عن عيلتي، عن اهلي يا ماما. احنا عيلتنا كلهم محجبات، ناس محترمه ولابسين محتشم، مش زي عيلتكم نازلين بالمايوهات
بس العيب مش عليهم، العيب على الرجاله اللي سايبينهم ينزلوا كده. انت اتجننت؟ انا مش هسمح لك تتكلم كده عن قرايبي. والله ضحكتيني. لعلمك بقى باللي هم لابسينه ده، تربيتهم ما حصلتش تربيه بنات جايه من شارع الهرم. ادم لو سمحت ما تتكلمش كده عن قرايبي. طب لعلمك بقى قرايبك دول مش هتشوفيهم تاني. ايه؟ لا ده انت اتجننت رسمي. انا لا عاش ولا كان اللي يخليني اقطع علاقتي باهلي. هو انا بحذرك اهو، الكلام ده انا مش هكرره تاني. خلاص كفايه بقى زيهم. انت ذوق ما ينفعش معاك يا مريم. انا هوريكي، انا لما اقول كلمه تقولي امين. فاهمه ولا لا؟ فاهمه ولا لا؟ مريم انا اسف، انا اسف. اوعى تقرب مني يا ادم، انت فاهم ولا لا؟ سامحيني يا مريم، انا اسف. ابعد عني يا ادم احسن اصرخ والم عليك الناس. طيب اسمعيني بس، اسمعيني. مريم، انا اللي عملته ده ملوش اي مبرر، واي كلمه اسف دلوقتي انا عارف انها ملهاش اي معنى. انا مش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. ارجوك يا مريم سامحيني. انا مش متخيل اصلا ان انا مديت ايدي على اكتر انسان انا بحبها. ارجوك يا مريم، ارجوك سامحيني. انا كراجل مش عايز اشوف مراتي غير ملكه. ارجوك يا مريم، ارجوك اغفري لي. انت بتعمل ايه يا ادم؟ بتعمل ايه؟ قوم لو سمحت، قوم. مش هقوم غير لما تسامحيني. قولي لي ان انت سامحتيني. ارجوك يا مريم، ارجوك اغفري لي. انا مصدومه فيك يا ادم، والله مصدومه فيك. انا مش مصدقه ان انت الراجل اللي انا حبيته. عارف يا مريم، عارف انا غلطت. بس انت برضه تقدري تغفري لي، مش كده؟ مريم انا بحبك وانت عارفه كده كويس. ايه حبي ليه كده ما يشفعليش عندك؟ انا بترجاكي تغفري لي. اوعدني يا ادم انك مش هتعمل كده تاني. يا مريم انا بحبك، وحبي ليه كده اكبر دليل على اللي انا بقوله، وانت عارفه كده. سامحيني يا مريم، انا اسف. طبعا ده مش هيتكرر تاني، ده مش بس كلام، هتشوفي بنفسك. اسف انا اسف. وفعلا بعد الموقف ده حياتنا اتغيرت، خصوصا لما اكتشفت اني حامل. قضيت اجمل 9 شهور في حياتي، حنية، حب ودلع ما شفتهمش قبل كده. ابتديت اتعود على الحجاب، وبقيت عارفة ازاي اعمله بشكل حلو، شكل يرضيني وفي نفس الوقت يرضي ادم. كل حاجة كانت حلوة في ال9 شهور دول، ويمكن بعدها بشوية، تحديداً لما أيمن تم سنة وبقى قادر يقف على رجله. ومن بعدها ابتدت مرحلة جديدة في حياتي. ايه رأيك في الأتموسفير ده؟ ملهم اهو. بقالك زمان يعني ما كتبتليش بيتين شعر حلوين. يا حبيبتي عندك حق. لا هكتب لك من عينيا، بس افتحي النور طيب عشان نشوف احنا بناكل ايه. ليه يا بيبي؟ هو انت بتنقي رز؟ هتبوظ المود ليه طيب؟ هو انا يعني هبوظ المود يعني عشان عايز اتعشى؟ طيب مش شايف انا باكل ايه؟ الله. افتحي النور ونبقى ام ايمن. ام ايمن؟ ماشي، حلوة ام ايمن برضه. طبعا حلو، ده احلى اسم. الله افتحي النور بقى يا رب. طيب تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلم. طب يا حبيبي، بمناسبة أيمن بقى، كنت محتاج منك شوية فلوس للبيت ده، حتى يعني مفيش أكل لأيمن. عايزك تلم ايدك شويه، مش كده يا مريم؟ وبعدين نراعي امكانياتي.
المفروض ان انت تمشي امورك على قد ظروفنا، مش كده؟ طبعا يا حبيبي، وانا بعمل كده على قد ما اقدر ومن غير ما تقول. ده انا حتى يعني بقالي زمان ما اشتريتش حاجه لنفسي. انا الفلوس اللي انا عايزاها للبيت بس، اكلنا وشربنا يعني. حاضر حاضر، بكره ان شاء الله اجيب لك فلوس، بكره اجيب فلوس ان شاء الله. ماشي. معلش يا حبيبي، احنا ابننا بيكبر، وكل ما يكبر هندخل مرحله جديده في حياتنا. احنا فعلا داخلين على مرحله جديده، والسنه اللي فاتت انا عارف انها قد ايه كانت صعبه عليكي، يعني حمل وولاده وكده. الحمد لله عدت على خير، وايمن دلوقتي واقف على رجليه زي الحديد، وحش. ايوه، البركه فيك، انت كنت واقف جنبي جدا بصراحه. اكتر حاجه بحبها فيك يا مريم انك بتقدري، بس في حاجات كتير قوي الفتره اللي فاتت انا كنت بفوتها وبعديها، يعني عشان خاطر الظروف اللي انت كنت بتمر بيها. ودلوقتي يعني لازم نحسم شويه حاجات كده، في حاجات لازم ناخد موقف فيها. حاجات زي ايه يعني؟ مش فاهمه. انا كنت عامل استثناء وسايبك تحتكي بولاد خالك وايمان صاحبتك براحتك، يعني عشان يبقوا واقفين جنبك ويهونوا عليكي، لكن دول لازم يتحجموا دلوقتي، لازم يبعدوا عن حياتنا. تاني يا ادم؟ تاني؟ انا كنت فاكراك غيرت رايك وعرفت انك غلطان. ما انت كنت بتتعامل معاهم كويس قوي الفتره اللي فاتت، ايه اللي حصل؟ انا بتعامل معاهم كويس عشان مش عايز اعمل مشاكل، بجاري الجو يعني، لكن رايي فيهم زي ما هو. دول بنات منحله ماشيين على حل شعرهم، وديكي شايفه يا مريم في واحده فيهم اتجوزت لحد دلوقتي ولا هيحصل. ليه بقى؟ ليه متخيله ليه؟ يا مريم الراجل مننا لما يعوز يتجوز واحده عفيفه تحافظ على نفسها، فاهمه؟ ادم، كلامك ده مزعج قوي بالنسبه لي وبيضايقني كمان. وبقول لك ايه من الاخر يعني، اوعى تفتكر انك هتاثر عليا وتخليني اقطع علاقتي بصاحبتي ولا اي حد من عيلتي، انت فاهم؟ والكلام ده انا مش هقوله تاني، ماشي؟ نعم يا اختي. هو مين اللي هيمشي كلامه على التاني يا مريم، انا ولا انت؟ نزل ايدك يا ادم. مش هنزلها يا مريم، تتكلمي كويس معايا. نزل ايدك. تتكلمي معايا، تتكلمي باحترام. تركز معايا، تتكلمي باحترام. ينفع كده يعني يا مريم؟ ينفع كده يا حبيبتي؟ في زوجة بتحب جوزها تزقه بالطريقة دي، وبعدين اضطريتيني اعمل ايه؟ خرجت عن شعوري طبعا وفقدت اعصابي، عشان ما ينفعش واحدة تضرب جوزها بالطريقة دي، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش برضه. ده بجد؟ وكل الضرب اللي ضربته لي تاني؟ مريم، في مقولة لبرنارد شو بيقول: يستفزونك ويخرجون أسوأ ما فيك، ثم يقولون هذا أنت. هذا ليس أنا يا عزيزي، هذا ما تريده أنت. والله يعني انا عايزاك تبهدلني وتزقني في الحيطه وتنزل فيها ضرب؟ لا، بس أنت تجاهلتي مشاعر الحب اللي بينا وعلاقتنا كزوج وزوجة، حطيتيها في كفة، حطيتي علاقتك بالناس التانية في كفة، وبعدين بتزعقي وبتهددي وبتزقيني. كل ده عشان تقولي لي انت يا ادم مالكش سيطره عليا. مش بس كده، انت كمان بتقولي ان انا ممكن امد ايدي عليك واضربك، وبعدين انا بقى كراجل لما اجي اعمل رد فعل وارد على ده تقولي اهو انت اهو. مش ده اللي حصل؟ مش ده اللي حصل؟ ساكته ليه؟ مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. مريم، تقولي خلاص اتعلمنا الدرس وانا وانتي مش هنعمل كده تاني، عشان انا ما يبقاش رد فعلي كده. مريم اللي حصل ده رد فعل. خلاص بقى يا حبيبي، قولي بس مش هعمل كده تاني يا حبيبي. مش هعمل كده تاني يا حبيبي. أنا اللي اعتذرت. ايه ده؟ ايه حصلت يمد ايده عليكي؟ في علامات في جسمك وانتي ساكته؟ يا بنتي أنا اللي جسمي حساس، أي لمسة منه بتبان فيه. والله لا، بصي بقى،
من ساعه ما ايمن تم سنه وانتوا في ما بينكم مشاكل، وكل مره بيمد ايده عليكي. واضح قوي ان هو كان مستني السنه دي تخلص، الحمل والرضاعه، ويرجع تاني يتسلى عليكي. انا بجد مش مصدقاكي، يعني انت جايه تسخنيني على جوزي؟ ايه بسخنك دي؟ هو انا عايزه اخرب بيتك مثلا؟ يا بنتي انا عايزه افوقك، انت زي اختي. طب خلاص ما تكبريش الموضوع بقى. هو طبعه كده، هو عصبي شويتين، لما بيزعل ما بيشوفش قدامه، وبعدها بيتضايق من نفسه وبيجي يقعد يصالحني. ده عيبه. هو حد فينا خالي من العيوب يعني؟ عيبه؟ لا ده عيب بسيط قوي بصراحه. هو انت شايفه ان ده عادي؟ لا مش عادي يعني، بس انا خلاص اتعودت. يعني ما اتعودتش قوي يعني، بس اعمل ايه؟ اللي بيحب حد يعني لازم يتقبل عيوبه. لا اللي بيحب حد بيحترمه وبيحافظ عليه، ده بتاعت الشعر والرومانسيات. طيب بقول لك ايه، انا هقوم اداري البتاعه دي، لو جت ماما ما تقوليلهاش حاجه، ماشي؟ ايمان اوعي. شربيني عيب الكلام ده، مش قاعد بكتب لكم بقالي سنتين وبعدين تيجي تفكني بكلمتين. مش انا والله ظلمتني. الست بوسي هي اللي مش حاسه الكلام، مش مبسوطه. انت عارف يا حبه عيني، هي حساسه من الاخر، مش عارفه تهز على الكلام ده. يا شربيني ما انت قلت لي عايز كلام حب وتقطيع وزفت على دماغي. اظبطوا انتوا بقى اللحن والتوزيع والكلام ده. وشرفك ظبطناه على الاخر، بس مش نافع. الكلام اللي انت كاتبه ناشف، مفيش فيه حنيه. احنا من الاخر عايزين كلام كده يحتمل المعنيين، يعني يدي حاجه على حاجه، حاجه راكبه في حاجه، حاجه خارجه من حاجه. افهمني بقى. عايزين سفاله يعني؟ ايوه بدات تفهمني السفاله. لا يبقى كويس انك انت عملت كده، عشان انا ماليش في السكه دي بقى والله. ليه بس كده يا شاعر؟ شوف، عشان خاطر العيش والملح اللي بيني وبينك، انا هقول لك على حاجه، لازم تكتب اللي هي عايزاه مش اللي انت عايزه، وانا هكلمها تديك فرصه تانية. انا عايز ولا فرصه تانية ولا تالتة، دي مش سكتي. شوف لكم حد كسر يكتب لكم اللي انتوا عايزينه، لكن انا مش بعمل كده والله يا شربين. يا اخويا اللي بيكتبوا الكلام كتير، انت مالك قافش كده ليه؟ ولا انت مستغني عن القرشين اللي هي بتديهم لك؟ يا سيدي انا مش مستغني عن القرشين يا شربين، يفهمني. انا بحترم الموهبه اللي ربنا ادهاني، دي مش سكتي، انا مش هعمل كده. ايه بصير كده ليه؟ صدق انت ابن حلال مصفي، اتفتحت لك طاقه القتل. ايوه كده يا شربيني بقى، يا رب قول اي حاجه. هقول لك بس كل شيء في وقته. هو في الاخر ده جوزي وابو ابني، وبصراحه يعني رغم كل حاجه بتحصل ما بيننا انا لسه بحبه. بقولك ايه، دي تلاقيها ماما باين حاجه؟ لا. طب اوعي تقولي حاجه، ها؟ عشان خاطري. اهلا. ازيك يا مريومه؟ الحمد لله حبيبتي. ازيك يا الحمد لله، اتفضلي. ايمان هنا. ازيك يا ايمي؟ ازي حضرتك ازيك يا روحي؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا اسفه بقى يا طنط، مضطره امشي قبل ما ادم يجي ويتضايق. ده ايه الكلام ده يا ايمان؟ هو الكلام ده مش صح يا مريم ولا ايه؟ يلا عامه ربنا يهديه. باي باي يا طنط. مع السلامه حبيبتي. استغفر الله العظيم يا رب. والله عيب عليك. على فكره انا جايه لك النهارده عشان اتكلم مع جوزك، اتكلم معاه في موضوع ولاد خالك. 3 اشهر يا بنتي، 3 اشهر لا بتزوروا بعض ولا بتشوفوا بعض، وتتحججي وتعتذري. وايه الحكايه؟ موضوع بقى مش موضوع ايمان زي ما قلتي لي. يا ماما لو سمحتي لو سمحتي، انا مش عايزه حد يخرب عليا حياتي، ولا عايزه حد يتدخل ما بيني وما بين جوزي. انا لو خسرت ادم مفيش حد فيكم هينفعني. يا سلام، للدرجه دي سيطر عليكي ولغى شخصيتك؟ للاسف يا مريم، لا انت بنتي اللي ربيتها ولا كبرتها. يا ماما الموضوع مش كده خالص، والله ما كده. ادم كويس معايا طول ما انا ما بغلطش. المشاكل مش بتبتدي غير لما انا اعمل حاجه هو مش موافق عليها. قلتيلي ايه بقى الحاجه اللي هو مش موافق عليها؟ انك تقطعي صله الرحم بينك وبين ولاد خالك، انك ما تشوفيهمش ولا يشوفوكي. هو ده الراجل المتدين اللي اجبرك على الحجاب؟ يا عالم، بكره يقول لك يا انا يا امك وعليكي تختاري. مش هقعد ولا دقيقه واحده في البيت ده، ولا اسمع الكلام الزفت اللي انت بتقوليه ده. مريم، لاول والاخر مره بقول لك، لو ما عرفتيش جوزك قيمتي وقيمه عيلتك وقيمه ولاد خالك، لا انا امك ولا اعرفك. يا ماما ليه كده بس؟ ليه كده بس؟ يعني انت اللي بتضغطي عليا؟ يعني انا بعمل كل اللي انا بعمله وبحاول ارضيه عشان اغير وجهه نظره، تقوم انت كمان مصعباها عليا؟
مريم يا حبيبتي فهميني، انا مش بصعبها عليكي، انا بس بحذرك الا قطع صله الرحم. طب اقعدي عشان مش هقعد، ولو قعدت هقعد على شرط واحد، لو جه جوزك هفتحه في موضوع بنات خالك. ها اقعد ولا امشي؟ اخص عليكي، اخص. يلا اتكل انت على الله بقى، عشان المقابله الجايه دي كواليتي تانية خالص. ماشي خلص، اتحكت من جارتي دلوقتي. والله يا عم كواليتي، ما انا ماشي لما تقول لي على التيتا هي ايه. انا لو قلت لك مش هتصدق، انت قاعد بتجيب لي اغاني هلس وبتاع، مش هتفهم انا بتكلم معاك في ايه. ما انت عارف اللي يفرحك يفرحني واللي يكبرك يكبرني. قول بقى. ليا اغنيه نازله مع كريم شاكر يا سيدي. كريم شاكر؟ كريم شاكر؟ انا لو قلت لك مش هتصدق يا سيدي. الراجل سمع مني وكتبت له الاغنيه، والاغنيه اتسجلت اول امبارح كمان. شفت بقى، انا قلت لك ربنا هيفتحها عليك ويكبرك ازاي. ماشي يا عم. قشطه، انطر بقى. انطر؟ ماشي هنطر، خليك فاكرها هنا يار من كرداسه. روح روح. استاذ منظور اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل. اتفضل. ازيك؟ ايه يا فنان، عامل ايه؟ انا الحمد لله، انت اللي طمني. كله تمام؟ انا تمام زي الفل. ايه بقى، الاغنيه اتسجلت وكله تمام الحمد لله؟ طبعا الاغنيه اتسجلت وان شاء الله نازله في الالبوم. طيب هد ان شاء الله. هد؟ لا هد ايه، انت اول ما تشطح هتنطح كده على طول، دي بدايه، المهم انها نازله في الالبوم. يا سيد منظور انا شاعر قديم برضه. وماله يا حبيبي، على عيني وعلى راسي، بس برضه انت اول مره تنزل لك اغنيه مع نجم كبير، وده مش اي نجم، ده كريم شاكر. طبعا الحمد لله الحمد لله. انت عارف ان انا صوتي حلو برضه؟ مريم مريم. ايمن لسه نايم بالراحه. ايمن ده وش السعد عليه. طب انا حضرت لك العشاء وحضرت لك الحمام. مش خبر الحمام بالعشرة بتاعي، انا عندي ليكي خبر عظيم. ايه قول. انتي اولا مش بتحبي كريم شاكر؟ اه طبعا بحبه قوي. طب مش هتحبيه اكتر لو عرفتي ان هو هيغني اغنيه كلمات الشاعر ادم عبد الحميد؟ ايه ده بجد؟ بجد جدا. انت اتفقت معاه على الاغنيه؟ اتفقت ايه؟ انا اتفقت والاغنيه اتسجلت واتحطت في السي دي، والسي دي نازل كمان كام يوم. ايه ده، هو ما قلتليش كل الكلام ده من زمان؟ طب عليك مفاجاه بس. حبيبي الف 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 مبروك. دي احلى حاجه سمعتها. شفتي بقى ربنا بيفتح علينا ازاي ويكرمنا لما انت تلتزمي بحجابك وتبعدي عن الناس اياهم دول. شفتي مريم، البيت اللي فيه ست ملتزمه ربنا بيطرح فيه البركه. انت نصاب. لا يا ادم، لا سيبيه يا هو اللي وشك. تعالى هو اللي وشك. ادم سيبه يا ادم، يا عمر، يا جماعه حرام عليكم. لا يا ادم. ضرب البيت اهو. طب انا بقى سيبه. طب تلحقيني في ايه؟ هيموتوا بعض. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ عيب كده يا ادم. عيب. ايه اللي بيحصل ده؟ انت شرعجيه ولا شبحتجيه؟ الله بيك اهو. لا جامد، ما توريني. بس بقى عيب كده، عيب اللي انتوا بتعملوه ده. الله، انا ما ربيتكش على كده ابدا، وانت كمان ما تربيش بالشكل ده. انتوا ناسيني في عيل صغير نايم جوه وانا واقفه وسطكم، احترموا سني على الاقل. مريم، في ايه اللي حصل؟ دي جايه تضربني في بيتي. بس بقى احترمني يا اخي شويه. الله، مريم خش جوه لابنك. ما ينفعش يا بنتي ما تبصليش كده وخش لابنك عشان خاطر انا. يلا اتفضلوا اقعدوا، اقعد عشان نتفاهم. قول لي يا عمر، هو صحيح انت جيت هنا عشان تضرب ادم؟ ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ اولا انا اسف جدا لحضرتك على المنظر ده، بس عايز اقول لك ان هو اللي ابتدى. انا جيت النهارده عشان سببين. اول سبب عشان افهم من الاستاذ ادم هو منع اختي ان هي تزور اهلها ليه. السبب التاني بقى واللي انا اكتشفته النهارده ان جوز اختي ابن حضرتك اللي كان مفهمنا ان هو شغال في شركه وادي النيل كذاب.
وعمره ما اشتغل في الشركه دي اساسا. انا رحت هناك النهارده وسالت بنفسي. طب ايه يا ماما، افضل ساكت كده ولا اتكلم؟ انا ساكت عشان خاطرك. بس ده يا ابني ما يستدعيش ان انتوا تمسكوا في بعض وتمد ايدك كمان عليه. ما هو اللي بدأ حضرتك. واحد بيتهجم عليا في بيتي وبيشتمني ويقول عليا نصاب، اعمل له ايه يا ماما؟ اديله رز بلبن؟ ولما سعادتك تدخل بيوت الناس وتتقدم على ان انت موظف في الشركه ويطلع كل الكلام ده كذب مش حقيقي، تبقى نصاب ولا لا؟ يبقى انا ما غلطتش. وحياة الغاليين عندكم، وحياة الغاليين، وغلاوتي عندك يا ادم. اهدى يا اخويا في الكلام، انا مش عايزه الكلام يرجع تاني وتمسكوا في بعض. نحصل والله العظيم امشي وما عتبلكش بيتك ده تاني. حاضر يا ماما حاضر. اتفضل رد عليه. انا وقت ما اتقدمت لمريم كنت شغال فعلا في شركه اسمها وادي النيل المصريه، اسمها كده. وبعدين الشركه دي قفلت، وانت عارفه الحكايه دي يا ماما. وما رضيتش اقول بقى لمريم ولا لاي حد خالص، عشان مريم كانت حامل وما رضيتش اشيلها هم اكتر من اللي هي شايلاه. اجرمت انا كده؟ يعني انا رحت سالت في شركه وادي النيل بس، لكن انت كنت شغال في شركه وادي النيل المصريه اللي قفلت طبعا. وسبحان الله يطلعوا الاتنين بيشتغلوا في طلمبات الميه. ما عرفتكش انا كده بقى، والله العظيم ما عرفتك. انت يا ابني التأليف اللي على الهوا ده انت مش طبيعي. ما انت فعلا بتاع كلام. ها عايزين اسكت له؟ لا يا ابني، بص يا عمر، الكلام اللي قاله ادم دوت لا تصدقه ولا تكذبه يا ابني الا بدليل. انا بقى كل اللي يهمني في الليله دي كلها الموضوع التاني، هو ده اللي عندي اهم. على راسي يا حاج، بس عايز اقول لك برضه ان الكلام اللي هو بيقوله ده ما يدخلش دماغ حد. بس خلينا في المهم. ايوه خلينا بقى في المهم. انت باعد مراتك عن اهلها يا ادم؟ ايوه. ايوه. لا يا ابني غلط، غلط يا حبيبي، ما يصحش. انت برضو ترضى لاختك كده؟ ايوه يا ماما، لو انا بعمل فيها اللي هم بيعملوه كنت هدي عذر لجوزها انه يبعدها عننا. وانا من حق يا ماما ان مراتي تمشي على عاداتنا وتقاليدنا واسلوب حياتنا. انت مش عارفه هم بيعملوا فيها ايه؟ بيتريقوا على لبسها وحجابها. غلطان انا كده؟ غلطان. ايه يا ماما الكلام انت بتقوليه ده؟ ايوه غلطان يا ابني، وانت عارفني انا في الحق ماليش زي خالص. اولا انت ما ينفعش تقول الكلام اللي انت قلته ده، لان انت لما جيت تتجوز اختي ما خدتهاش من كباريه. ثانيا بقى حضرتك قلت كلمه الحق دلوقتي، وانا هسيبك تتصرفي معاه، يا اما احنا هنضطر ان احنا نتصرف بطريقتنا. شكرا لحضرتك. بعد اذنك. استنى بس يا عمر نتفاهم يا ابني. ايه يا ابني اللي عمله ده؟ في ايه؟ كل اللي حصل ده كوم، وانك تمنع مراتك عن اهلها تاني. هي دي الاصول يا ابن الاصول. يا ماما هو اللي هنعيده هنزيده. انا بقول لك بيعصوها عليا، عايزينها تبقى زيهم تمشي على حل شعرها. وانت بتلوميني ان انا بحجب مراتي وعايزه تمسك في حجابها. يا ابني انا ما قلتش الكلام ده خالص، بس دي صلة الرحم. صلة الرحم يا ابني ما تقطعهاش. يا ماما انا كده وهي ما اشتكتش لحد، عشان هي عارفه هما بيعملوا ايه. وانت كلامك طبعا على عيني وعلى راسي، لكن انا في الاخر هعمل اللي انا شايفه صح. انت حر يا ابني. في ايه يا ادم؟ ايه الموضوع؟ المتخلف ده جايب لي سدايه مضروبه عشان يضرب 20 جنيه، حاجه معفنه. طب انت عرفت منين انها مضروبه؟ عرفت لان اغنيتي مش فيها. وريني كده. بس دي شكلها مش مضروب. بص الغلاف عامل ازاي، شكلها نضيف قوي. انت خبيره يعني؟ مش قصدي يا ادم، بس يمكن يا ولا حبيبي. يعني ولا يمكن بلا بتاع بلا زفت، مضروبه ومعفنه. طيب يا حبيبي طيب، ممكن تهدى؟ تنزلني على دماغي دلوقتي يا مريم. الو، صباح الخير يا استاذ مندور. صباح النور يا ادم. ايه الالبوم نزل ان شاء الله؟ نزل، بس معلش بقى الاغنيه بتاعتك مش معانا المره دي. معانا المره دي ازاي يعني؟ مش معانا ليه؟ معلش بقى يا ادم، النجم شاف انها مش ماشيه مع مود الالبوم، اتشالت على اخر لحظه والله. انا ما يتقليش ليه يعني؟ عاملها لي مفاجاه؟ انا اللي نازل اسيح في كل حته وكاتب على الفيس وفي مركز الثقافي. ايه القرف ده؟ هتتكلم عادل يا ابني انت. هو برضه اللي اتعامل معايا ده مش صح ولا ايه؟ الو ادم حبيبي ما تعرفش الخير فين، يمكن ده يكون احسن ليك. وانت بقى ام العريف عارفه الخير فين؟ بعدي عني يا مريم دلوقتي، ساعدي. بعدي عني دلوقتي، بعدي عني وتقشر. بيبي صدقني والله هتتعوض، هما الخسرانين.
امال خسران ايه؟ هي اتنبر لي فيها. انا غلطان اصلا ان انا قلت لك. طبعا قلت لامك، امك قالت لاولاد خالتك وقالوا لامهم اللي هيسيبونا. انتوا اصلا عيله فقر، عيله فقر. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه دخلي انا وعيلتي باي فشل ليك؟ فشل ايه ده؟ فشل ايه؟ انت اللي فاشله حيوان! ما تتكلميش معايا كده. قلت لك نظر، قلت لك ما تتكلميش معايا كده. انا اللي متخلف، انت اللي متخلفه وفاشله. كده بس انت بتتكلمي، وصلتك كذا مره، وصلتك كذا مره. انت الحيوانه المتخلفه، وانت طول عمرك فاشله. أنا مش تحت أمرك يا مريم. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. ايوه يا ايمان، انت فين؟ تعالي لي ضروري، انا عايزه اشوفك. لا لا لا، هو مش هنا. تعالي. سلام. ايه؟ مستحيل الكلام ده. قصدك ان ادم كان بيحاول معاك؟ بس ادم مش بيطيقك اصلا. طب هو انت ما سالتيش نفسك هو ليه مش بيطيقني؟ ايوه، عشان لبسك وستايلك. على اساس يعني ان انا بمشي في الشارع بقميص نوم؟ لا يا ايمان، بس مستحيل الكلام ده. تحلفي على اللي انت بتقوليه؟ لا طبعا، انا بجد مش مصدقاكي. هو انت بتكدبيني انا يا مريم؟ ده لو ساحر لك انا غلطانه اصلا، انا بجد غلطانه. انت لسه صاحيه؟ زي ما انت شايف. قولي كان عندنا ضيوف ولا ايه؟ انا شايف اطباق ومعالق وحاجات. اه، كان فيه مين يعني؟ ايمان. وانا مش قلت 100 مره تقطعي علاقتك بالبنت دي؟ ويا ترى عايز نقطع علاقتي بيها ليه؟ عشان لبسها ولا عشان كانت عاجباك؟ كانت عجباني. جايبه منين الكلام الفارغ ده؟ تنكر انك كنت بتحاول معاها وانا حامل؟ بحاول ايه يا مريم؟ وانا كنت في ايه ولا في ايه؟ وانا اصلا انا شفتها فعلا مره واحده في الكافيه بتاع المركز الثقافي، وهي جت تحكها وانا بعتها عني، وسلام سلام وخلص الموضوع. بس انها عجباني وبتاع، ايه الكلام الفارغ ده؟ نعم، يعني هي بتتبلى عليك؟ طب يا مريم بذمتك مين اكتر حد بيسخنك عليا؟ مش ايمان دي اللي انت قلتي لي في الاول انها كانت معجبه بيا؟ دي عايزه تخرب علينا. شوفي كل تصرفاتها بتقول كده، صح ولا مش صح؟ دي عايزه توقع بينا يا مريم والله. وبعدين اليوم ده تحديدا اللي هي بتتكلم عليه قربت مني فعلا، وانا وقفتها عند حدها، وكانت بتستغل ان انت مشغوله عني وتعبانه وبتاع، وانا ما رضيتش اقول لك طبعا عشان مش عايز اجرحك. بقول لك ايه، ده زي القمر، ما تسيبوه لي يا مريم، انا عيني عليه بصراحه. معقوله؟ ايمان كان بتحاول معاك انت؟ هي دي الحقيقه. ما كنتش عايز اقول لك بس خلاص، وعشان كده وده السبب الوحيد اللي مخليني عايزها تبعد عن حياتنا. فارجوك يا مريم، ارجوكي اقطعي علاقتك بيها، دي انسانه خاينه. عندك حق يا ادم، عندك حق، انا مصدقاك. ايوه كده يا مريم، انا عايزك تبقي واثقه فيا بالكامل، عايزك ثقتك تبقى كبيره فيا. وبعدين انا اسف قوي على اللي حصل النهارده الصبح. انا ما كنتش في وعي. انت متخيله الصدمه كانت عامله ازاي بالنسبه لي يعني. بس طول ما انت جنبي حبيبتي انا هكمل.
ومن يوم ما كنت عندها وهي ما بتردش خالص على تليفوناتي، حتى الواتساب كانت بتدخل تقرا كلامي وما تردش عليا، ودلوقتي يا طنط عملت لي بلوك. انت متخيله؟ طب ازاي ما تقوليليش الكلام ده من بدري؟ يا طنط صعب عليا قوي، يعني اتخيل ان لازم يكون في واسطه بيني انا ومريم عشان اعرف اتكلم معاها. والله العظيم انا حاسه ان انا في كابوس. معلش يا حبيبتي، حقك عليا، ان شاء الله غمه وتزول. صحيح يا طنط، انت كنت عايزاني اجي لك ليه النهارده؟ اصل هي كمان ما بتكلمنيش في التليفون، حتى بقى لها يجي اسبوع واكتر. لما بتكلمني برد عليها بصراحه بكلمه ونص، لحد انت النهارده ما جيتي وحكيتي لي اللي حصل. قلت الست هانم لازم تيجي بقى وتعرف ايه الحكايه. لا يا طنط، ما كانش له لازم ان هي تيجي. وبصراحه يعني لو مريم مش عايزه تعرفني تاني، انا ما اقدرش اجبرها ان هي تعرفني بالعافيه. اوعي تقولي الكلام ده تاني، ان شاء الله هتيجي ونعرف منها ايه اللي حصل. ايه بقى يا شاعر؟ الله، انت بتتقل علينا ولا ايه؟ ده الست بوسي من ساعه ما شافت صورتك وهي وجعلي راسي. انت بذمتك مش مكسوف من اللي انت بتقوله لي ده يا شربين؟ واتكسف من ايه؟ يا بخت من وفق راسين في الحلال. قلنا بقى شربين يطلع من دماغي دلوقتي. يعني انا لو قلت لك ان النجمه بوسي داخله علينا دلوقتي هتكسفني معاها؟ هتحبطني وياها؟ طب وهي تيجي تعمل ايه؟ ايه؟ تتثقف يا حبه عيني، مش المكان ده برضو بتاع الثقافه للجميع؟ ازيك يا سمر؟ الحمد لله مدام مريم. ازيك يا ايمن حبيبي؟ خدي. ماما فين؟ جوه. لا ده انت مصممه بقى. انا اصلا كنت عايزه امشي. لما تشوفيني ما بردش على رسايلك ولا مكالماتك المفروض تعرفي ان انا فهمت وعرفت كل حاجه، انما واضح ان مفيش دم. ايه يا مريم؟ جننتي في مخك ولا ايه؟ ازاي تكلميها بالطريقه دي؟ سيبيها يا طنط، سيبيها براحتها تغلط وتقول كل اللي عندها، خليها تجيب اخرها. سيبيها براحتها تغلط وتقول كل اللي عندها، خليها تجيب اخرها. يا مريم، انت اكيد اتجننتي في عقلك. ايه اللي انت عملتيه في ايمان ده؟ بس يا ماما بس انت مش فاهمه حاجه. فاهمه ايه ولا مش فاهمه ايه؟ ايه الغباوه اللي انت فيها دي؟ ازاي تعملي في البنت كده؟ استني، وعز جلاله الله، لو واحده فيكم تستنى والتانيه تمشي يبقى انت اللي هتستني يا ايمان، واللي مش عاجبه يطلع بره. استني، انا حلفت. بتطرديني من بيتي؟ بتطرديني عشان واحده كانت عايزه تخطف جوزي وتخرب عليا؟ ايه الغباوه اللي انت فيها؟ ايه اللي تخطف جوزك والغباوه دي؟ خلاص امشي دلوقتي، امشي من قدامي. حاضر يا ماما همشي، ماشيه، بس ابقي اسالي الهانم اللي انت بتحاملها كانت عايزه تخطف جوزي ولا لا؟ كانت معجبه بيه زمان ولا لا؟ شوفيها كلامي صح ولا غلط. امشي يا سمر، هاتي الولد. حقك عليا، ما تزعليش. استهدي بالله يا بابا، تعالي اغسلي وشك. اهي جت ست الكل اهي. هي دي بوسه يا شربيني؟ دي جامده قوي. امال انت مفكر ايه؟ يا دي النور يا دي النور، شمس الشموس يا بسبوسه، اتفضلي يا نجمتنا. ازيك يا شربين؟ ازيك يا هانم؟ قول يا رباضة. اطلب لي حاجة يا شربين. عينيا يا جرسون. تحت امرك يا فندم. شوف ست الكل عايزه تشرب ايه؟ بقول لك يا باب، في عندك شيشة؟ شيشه؟ شيشة. في ايه مالك؟ حسستني ان انا بطلب منك سيجارتين حشيش. يا فندم الحاجات دي مش موجوده في المكان ده خالص. طب تقبض كام؟ اشمعنى؟ ولع لي. ما قلتليش بتقبض كام؟ 1500 جنيه بس. تشتغل عندي في الكباريه ب 3000 جنيه؟ كباريه؟ اشمعنى؟ شكلك كويس. انا محتاجه الشكل ده عندي في الكباريه يا شربو. اتفق لي معايا يا شربو. عيوني. ها يا حبيبتي، بقيتي احسن؟ يا طنط الحمد لله. معلش يا ايمان، عايزه اسالك سؤال. ايه الكلام يا بابا اللي كانت بتقوله مريم ده؟ بصي يا طنط، انا مش هنكر ان انا في يوم من الايام كنت معجبه بادم. نهار اسود على العك اللي انا فيه يا رب. من فضلك يا طنط اسمعيني، الكلام ده من قبل ما مريم تشوفه او تعرفه. وهو عارف كده؟ ايوه عارف، احنا اتقابلنا قبل كده مره، اتكلمنا مع بعض، وحصل يعني تلميحات
قويه واضحه. طب ازاي هو بعد كده شاف مريم واعجب بيها وحبها وانت كنتي فين؟ عشان ببساطه مريم اول ما شافته عجبها، وهو كمان اول ما شافها عجبته، وتعامل اكننا ما عرفناش بعض قبل كده ولا اتكلمنا. غريبه قوي، بس انت كنتي اكتر واحده متحمسه ان الجوازه دي ما تتمش. ازاي وانت كنتي معجبه بيه؟ لاني حسيت انه راجل مش مظبوط. لما راجل يعجب بواحده واول ما يشوف صاحبتها يعجب بيها، يبقى اكيد في حاجه غلط. لا معلش انا مش فاهمه، فهميني. فاكره يا طنط الورقه اللي ادم اداها لمريم اول مره شافها فيها؟ ايوه. هي نفس الورقه دي كانت عندي، وكان فيها نفس الكلام. بس اسمحي لي اقول لك بقى يا ايمان ان انت غلطانه. كان لازم تقولي لمريم، طالما انت معتبراها زي اختك بالظبط كان لازم تبصريها. كنت خايفه يا طنط تفهمني غلط وتفهم ان انا عايزه ادم ليا. طب مريم عرفت التفاصيل دي منين؟ جايز منه. انا اتكلمت مع مريم وقلت لها انه حاول يتكلم معايا وهي حامل، بس انا ما حكيتلهاش ان كان في ما بينا اعجاب، ويظهر كده هي واجهته بالموضوع ده وفهمها ان انا اللي كنت معجبه بيه مش هو. مش عارفه اقول لك ايه، بس الحقيقه يا ايمان انت غلطانه. كان لازم تصارحي مريم من الاول بكل التفاصيل اللي انت قلتيها لي دي دلوقتي. يمكن يا طنط، بس ربنا عالم بنيتي في الاول وفي الاخر. ما كانش ينفع ان مريم تمد ايديها عليا. ما تقوم كده بقى تطرقنا يا شربيني، خلينا نعرف نتكلم براحتنا. عناية يا ست الكل، جنبك على الترابيزه دي اتامل في الطبيعه. يخرب عقلك يا ادم، عمري ما كنت اتخيل ان انا اقعد في مركز ثقافي، مع اني والله غاويه ثقافه والنعمه، بس زي ما تقول كده ما عنديش وقت. القصد انت اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله، وانت عامله ايه؟ تمام. مالك بقى يا سيدي تقلان عليا ليه؟ ولا تقلانه ولا حاجه، انا مش فاهم بس. مش فاهم؟ طب عادي عادي افهمك انا يا قلبي. يعني مثلا كده انت مش عارف انا موجوده هنا ليه النهارده؟ الصراحه لا، يعني هو شربيني قال شويه كلام كده ما فهمتش منه حاجه، بس انت لو قلتي لي يمكن افهم. معاك حق برضه، هو شربيني ده يا اخويا حد يفهم منه حاجه اصلا؟ بص يا فنان، انا شفت صورتك وشفت لك كده فيديو كنت بتقول فيه شويه كلام ملخبط كده ما فهمتش منه اياتها حاجه خالص يعني. بس يعني ان جيت للحق انت عجبتني. لا والله. والله عشان كده اخدت قرار ان انا اجي اطلبك للجواز. ايه؟ عجبتني وعايزه اتجوزك. هو طبعا قبل الاسلام كانت الستات بتطلب الرجال الجواز عادي طبعا. شفت؟ عشان كده على فكره انا شايفه ان ده موضوع عادي جدا، مش لازم الراجل هو اللي يطلب للجواز. انا ست وعندي شجاعه ان انا اطلبك للجواز. انت تطلبي زي ما انت عايزه، لكن انا متجوز وبحب مراتي. ايه ده؟ هو انت ما عندكش خبر ولا ايه؟ ايه؟ اسكت. مش عقبال عندك كده، الشرع محلل لك 2 غير انا والمدام كمان. بصي يا مدام بوسي، اللي انت بتتكلمي فيه ده مش هيحصل. انا بحب مراتي، فسيبيني في اللي انا فيه. ما انا يا اخويا عشان عارفه اللي انت فيه قلت نظبط بعضينا ونستفاد احنا الاتنين سوا. انا اللي زي كتير يا بوسي، شوفي حد تاني، بس انا لا. بعد اذنك. شربيني. تأمريني يا ست الكل. واتقطعت صلتي بإيمان، واتهزت علاقتي بأمي وعيلتي أكتر. أما آدم فهو زي ما هو، وعصبيته زادت بعد ما بقيت أطلب منه فلوس. أنا عارفة ومتأكدة إن أي راجل بيبقى حاسس بالضعف لما يكون مش قادر يكفي بيته، بس أنا عمري ما زودتها. أما الضرب فبقى شيء عادي، روتين موجود في حياتي دايما، وتقريبا بقيت حافظة مواعيد جدول الضرب بتاعي. ماما انت فين كل ده؟ هنفضل نتكلم كده على الباب؟ مش هتقولي لي اتفضلي؟ تعالي 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 تعالي. ايه ليلة الزوج اللي بقيت فيها دي؟
حول الله يا ربي. وحشتيني قوي. وحشتك قوي. على فكرة أنا كنت ناوية ما ادخلكيش بيت أبدا، لكن أهو هعمل إيه بقى في قلبي. 10 أيام 10 أيام ما تسأليش فيا، منهم 4 أيام ولا حتى تتصلي بيا. على رأي المثل، اللي ما تصبحه وتنسيه ما تعرف إيه اللي جرى فيه. ويقولوا ويضحكوا عن خلفة البنات، واللي ما خلفتش بنت ما خلفتش. بس واضح جدا إن أنا بنتي غير. ليه يعني كل ده؟ هو انا غلطت في ايه اصلا؟ ده انا اخر مره رحت لك طردتيني. امال يعني كنت عايزاني اخليكي تقعدي واللي اتضربت هي اللي تمشي؟ انت عارفه ان ايمان دي معزتها من معزتك بالظبط، وعيب قوي اللي انت عملتيه فيها. اللي انا عملته فيها ده اقل حاجه تستاهلها. واحده كانت عايزه تخطف جوزي، عايزه مني ايه بقى؟ يا سلام، مش عرفك بقى انها كانت عايزه تخطف جوزك؟ بتصدقي كل كلمه يقولها لك جوزك وتكدبي ايمان. الله، واشمعنى يعني اصدقها هي واكذبه هو؟ ده جوزي ابو ابني، طبيعي ان انا اثق فيه. هي بقى تلاقيها غيرانه عشان لا اتجوزت ولا خلفت ولا حققت اي حاجه في حياتها. ده غير بقى ان ادم كان عاجبها زمان. وش عرفك يعني ان ادم كان عاجبها من زمان؟ ده اللي انا كنت فاكراه، بس كنت فاكره انه كان عاجبها بشكل عام يعني. طب ولو قلت لك بقى ان الموضوع غير كده خالص هتقولي ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهمه. بس يا طنط، يعني واضح ان في علاقه بينه وما بين الرقاصه دي، عشان كده رايح جاي معاها. انت متاكده يا ايمان من الكلام اللي انت بتقوليه؟ طبعا يا طنط متاكده، عشان كده لما اقولك ان البني ادم ده مش مظبوط تصدقيني. ما كان عليا يا بنتي انا مصدقاكي. المشكله مش فيا، المشكله في مريم. هل هتصدق؟ بصي يا طنط، ما كانش ينفع ان انا اعرف حاجه زي دي وما اقولش، وكان لازم احكي لك. انت بقى عايزه تحكي لمريم، احكي لها، دي حاجه ترجع لك. لا، ودي حاجه تستخبى؟ لازم تعرف. يبقى ماشي مع رقاصه وكمان بيتعامل معاها كده، لازم اقول لها. مستحيل مستحيل اللي بتقوليه ده. هو مش ممكن يكون كده. وايه اللي مستحيل ومش ممكن؟ ما الدليل في ايدك اهو. ما تفتحي مخك شويه يا بنتي. الله، ده لو عامل لك عمل مش هتبقي كده. يا ماما، ما ممكن يكونوا دول ناس صحابه وهو سهران معاهم. انت عارفه طبيعه شغله. عموما الدليل في ايدك وجوزك عندك، اساليه وواجهيه. بصي كده، يعني الصوره دي ممكن يبقى ليها 1000 معنى. يا حبيبه قلبي افهمي، فتحي مخك يا مريم. المشكله مش في الصوره. ايمان بتاكد فعلا ان في بينهم علاقه، بس هي مش عارفه وصلت لحد فين. ايمان؟ وهي ايمان ما قالتليش ليه؟ انت بتسالي ولا بتستهبلي؟ هتقولك بعد كل اللي عملتيه فيها؟ طب انا هتجنن، انا مخي هيتشل. يعني ايه دلوقتي هو بيخوني؟ بعد كل اللي انا عملته علشان وكل اللي انا مستحملاه بيخوني؟ اكيد لا يا ماما، اكيد لا. صح؟ اهدي يا مريم، انا هقولك نعمل ايه. ايوه يا عماد، مساء الفل يا باشا. لا ازاي، ده تتصل اي وقت. اجيلك طبعا الصبح ابقى عندك. ماشي. طب ايه، مش هتقول لي ايه الموضوع؟ طب خلاص تمام. ماشي يا عماد، اتفضل مع السلامه. اتفضل. لعله خير يا رب.
كتير معرفة الحقيقة بتبقى أكتر حاجة تخوف، وأنا كدبت على نفسي كتير. الحقيقة بتظهر واحدة واحدة مهما حاولنا نخبيها. أنا كدبت كل الناس وصدقتك. أنا الغلطانة إني سمحت لك تعمل فيا كل ده. ايه مالك قاعده متحفزه كده ليه؟ انا عايزه اتطلق. طب حاضر، خش اغير هدومي واجي اطلقك على طول. مش بهزر معاك يا ادم، طلقني. في ايه اللي حصل؟ ليه؟ هي المدام ما قالتلكش؟ بتقولي قصدك ايه بالظبط؟ بوسي، مش خلاص اتجوزتها؟ طلقني بقى. مش هطلقك، واخبطي دماغك في ادخن حيط. هتطلقني والجزمه فوق رقبتك. مش خلاص رحت اتجوزت عليا رقاصه؟ طلقني. انت ازاي بتكلميني كده؟ اتكلمي كويس يا مريم معايا. ايه هتضرب؟ اضرب، انا جسمي نحس منك خلاص، بس اضرب وطلقني بعدها. لا هتتضربي ومش تطلقي. ما هو مش كل حاجه بمزاجك. انا استحملت منك كل حاجه، كل حاجه، ضرب، شتيمه، اهانه، انما تروح تتجوز عليا وتخوني؟ ده اللي انا مش هسمح. اسمعي ولا ما تسمعيش، انت مش هتقولي لي امشي حياتي ازاي، وطلاق مش هطلق. انا بس عايز اعرف انت عرفت منين. والمصحف لفضحك في كل حته، والمصحف. اقف وانا بكلمك. اوعى اوعى. افتحي الباب يا مريم، افتحي الباب، افتحي الباب بقول لك وانا بكسره على دماغك. انت ايه؟ ما بتفهميش. اعمل اللي تعمله برضه هتطلقني. مش هطلقك يا مريم، مش هطلقك. انت ايه؟ صفرة مش محترمة. أنا هوريك يا مريم، أنا هوريك، والبيت ده هتتحبسي فيه يا مريم. هوريك أيام سودة.
انت اتجننتي؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ يعني انت كنت عايزني اعمل ايه؟ ها؟ واحده وجايه بتتهمني في شرف، اسكت لها؟ ما كان لازم ادافع عن نفسي. تقومي تركبيها عليا كده؟ تحطيني في الموقف ده يا بوسي؟ معاش ولا كان اللي يركب عليك يا اخويا، انت بس اللي ما تكبرش الموضوع. ازاي اثق فيكي بعد اللي حصل ده؟ ممكن كده تبيعيني في اي لحظه. ابيعك ايه وزفت ايه؟ واحده وجايه لحد بيتي بتقول لي كان في ايه بينك وبين ادم؟ تحب اقول لها ايه؟ ها؟ هقول لها مترافقين؟ ما طبيعي ان انا هقول لها ان احنا متجوزين. وبعدين تعالى هنا، انت مالك متضايق قوي كده ليه؟ ما هي كده كده كانت هتعرف. ولا انت بقى يعني ان عيني متضايق ان هي عرفت انك متجوز رقاصه؟ ولا هي ولا اي حد غيرها يا بوسي ينفع يعرف ان انا متجوز رقاصه. بس انت يا ادم متجوز رقاصه، وعارف كويس قوي ان انا كل يوم بنزل اروح الكباريه وبتيجي تتفرج عليا وعادي وقابل. اشمعنى بقى ان حد يعرف يبقى مش عادي؟ ها؟ ولا هو الغلط ما بيبقاش غلط غير لما بيتعرف يا ادم؟ خلاص ما اسمعش منك بقى كلمه زياده، فاهمه؟ مد ايدك عليا يالا. انت كمان لسه ما شفتيش الوش التاني. انت هتضربني ولا انت جننت؟ وادفنك مصراعك كمان. فين الورقه المعفنه دي؟ مش هي دي الورقه اللي بنضحك على بعض بيها؟ ورحمه امي لربيك يا شحات. شكرين يا استاذ. اي خدمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا بينا بقى قبل ما يجي. ده يا ريته يجي، يا ريته عشان يحاول يوقفنا ويبقى اخر يوم في عمره النهارده. لا يا جماعه يلا، انا عايزه انزل قبل ما هو يجي. يلا والنبي. يلا. هو احنا هنسيب له باب الشقه كده؟ سيبهوله يبقى يصلحه هو بقى. سيبيه. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اخد مراتي وابني. ايه؟ استنى هنا عندي. بس يا عمر كفايه فضايح بقى. عايز ايه يا ادم؟ ايه يا طنط؟ جاي اخد مراتي وابني، فيها حاجه دي؟ لا يا ادم، المره دي انت جبت اخرها. اختي مش هترجع معاك تاني، انا عايزك بقى تنساها خالص. اتكلم بالنيابه عنها ليه؟ انا مش فاهم. ادم، انا مش عايزاك في حياتي، وزي ما عاندت اهلي وعملت اللي في دماغي واتجوزتك، برضه هعمل اللي في دماغي واتطلق منك. انا ما اتعاندش يا مريم، وهتيجي معايا بمزاجك بالعافيه، هتيجي معايا. لا اهدى بس على نفسك كده يا حبيبي، وموضوع العافيه ده تنساه خالص لان انت مش قده. وركز في كلامك لان البيت ده فيه راجل، فكلامك يبقى معايا انا. ولا انت ما بتعرفش تتشطر غير على الستات وبس؟ تصدق بالله لولا ان انت تبقى ابو الولد اللي انا ابقى خاله، ده كان هيبقى ليا تصرف تاني معاك. بس بقى يا عمر كفايه يا ابني بقى، كفايه. لو كفايه ليه؟ اتفضل هددني تاني يا عمر باشا. انا ما بهددكش يا ادم، انا بقول لك ان انت لو استفزتني اكتر من كده انا هعمل فيك ايه؟ من غير خناق يا عمر. ادم هيطلقني، وهيطلقني من غير مشاكل. مش كفايه عليه الرقاصه؟ وطبعا من حقه يشوف ابنه اي وقت. اولا انا طلقتها وخلاص. ثانيا طلاق ليك يا مريم مش هطلق. انا عشان مقدر الظروف بس دلوقتي مش خليكي تيجي معايا بالعافيه، وخليكي تيجي معايا بمزاجك. فكري في الموضوع بدل ما تيجي غصب عنك. اسمعيني يا مريم، انا مش عايزك تشغلي دماغك بالموضوع ده خالص. سيبهولي بقى وانا اللي هعرف اتصرف معاه. هو هيحضر الجلسة الثالثة طبعا علشان يبدأ الموضوع من الأول، ومش هيحضر اللي بعدها، ويعدي شهر شهرين على كده. طب وبعدين يا خالد؟ ده كده الموضوع هيطول قوي. هو حاول يكلمك أو يجيلك الفترة اللي فاتت دي؟ اه طبعا كل يوم، ودي حاجة ضغطاني جدا. طب ليه يا مريم ما حاولتوش إن أنتوا تتصالحوا مثلا أو؟ يا خالو ممكن دلوقتي تنسى إن مريم صاحبتي؟ دلوقتي هي عايزة تتطلق، نقدر نعمل لها إيه؟ هو في الحقيقة الخطوة اللي جاية لو خدها زي ما أنا بفكر بالظبط، وأنا متأكد إن المحامي بتاعه هيعملها، هتحطنا في موقف صعب جدا. خطوة ايه؟ بيت الطاعة ده قصاد ده. معقولة يا جماعة؟ طاعة ايه بس؟ بيت الطاعة؟ انا كنت فاكرة الحاجات دي في الافلام بس. طب وايه الحل يا انكل ابراهيم؟ أصلها لو ما دخلتش بيت الطاعة
هتعتبر ناشز، واحنا كده نخسر القضيه. وانا مستحيل ارجع له تاني. طب هو مفيش حل؟ هو في حل، احنا ممكن نلغي موضوع الخلع ده خالص ونرفع دعوه طلاق طب ودي مضمونه ان احنا نكسبها 100%؟ بنسبه 90% مضمونه ان شاء الله، لكن بشرط لازم يبقى في دليل انه بيعتدي عليك بالضرب. طب ما نجيب تقرير طبي، بس المشكله ان الاصابات بقى لها كذا يوم. ده كده مش هينفع يبقى دليل، لازم يبقى في محضر بوليس بعد واقعة الضرب مباشرة، ويكون آثار الضرب لسه موجودة، ويتعمل تقرير طبي. كمان يا جماعة لازم يبقى في شهود على واقعة الضرب. ودي هنعملها ازاي؟ يعني معقولة يعني هنجيبه ونبوس ايده نقول له لو سمحت اضربها واكسر لها ضلع؟ استغفرك واتوب اليك يا رب. مريم كمان جايه من غير حجاب؟ انت كنت في جره وطلعت لبره بقى. طب ايه؟ مش هتقولي الحمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامه دي لو جايه بمزاجك، مش لو خايفه من انذار الطاعه. لا انا ما بخافش من حاجة، انا جاية بمزاجي. هما الفيل اللي عنده والتحدي واخوك الجرم كل ده نخ دلوقتي؟ يا مريم انت فاكراني هقلق من الكلمتين دول وخليكي تمشي كلامك عليا؟ انت اللي ابتديت من اول ضربي واهانتي لحد خيانتك ليا. اولا انا مش فاهم ايه المشكله ان انا اضربك، وانا امي كانت بتتضرب عادي. هو انت احسن من امي يا مريم؟ ثانيا ما ديننا بيقول كده عادي. لا 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 لا، ما تدخلش الدين في الموضوع. انت ما تعرفش منه الا الظاهر بس. ده انت مراتك اللي متجوزها رسمي ملبسها حجاب، واللي متجوزها عرفي وفي السر منزلها ببدله رقص. والله دي حاجه ما تخصكيش. وخيانتك ليا ما تخصنيش برضو. يا مريم انا ما خنتكيش، انا كنت بعمل ده عشان مصلحتنا، عشان نعرف نعيش. كنت عايزانا اعمل ايه يعني؟ مصاريفنا قاعده تزيد كل يوم، مش كناش عارفين نعيش. هعمل ايه؟ تصدق عذر برضو. طب ازاي رديت تصرف على اهل بيتك من فلوس مراتك الرقاصه؟ انا ما رضيتش ولا حاجه، ده كان تبادل مصالح. انا كان في بيني وبين الست دي شغل المفروض يحصل بينا. مصالح؟ اخي ده انت كل شويه عمال تنزل من نظري، مش عارفه بعد كده هتنزل تروح فين. انت جايه هنا تعملي ايه؟ جايه تنفذي حكم المحكمه ولا جايه تعلميني الادب؟ نزل ايدك عني بقطعها لك. واضح بقى ان وحشتك علق زمان. ما كنتش بتألم ولا حاسة بحاجة، ما كنتش حاسة غير بفرحة وسعادة وإحساس بالانتصار. أول مرة أستمتع وهو بيضربني، دي علقة الخلاص، آخر علقة في جدول الضرب. عمر الجواز ما هيكون مصدر سعادة ولا انبساط لو ما اتبناش على الحب والاحترام.
السعادة الحقيقية هي إن أحس إن إنسانة كرامتها محفوظة ومفيش حاجة كسراها. السعادة إن أحس إني إنسانة حرة. السعادة هي الحرية. والحرية هي إنك تاخدي قرارك بنفسك وبقناعاتك الشخصية من غير ما حد يجبرك أو حد يخوفك.